الألباني، وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أخرجه مسلم. وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك، ومنها قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة وما يؤول إلى اختلال الأمن ونشوء النزاعات واستباحة بيضة المسلمين وإزهاق الأنفس وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة. ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة لتكون قوية مرهوبة الجانب مستتبة الأمن مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل والتقول في دين الله بالجهل والهوى. وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم: 1. أمين محمد عبد الله آل عقالة، سعودي الجنسية. 2. أنور عبد الرحمن خليل النجار، سعودي الجنسية. 3. بدر بن محمد بن عبد الله البدر، سعودي الجنسية. 4. بندر محمد بن عبد الرحمن الغيث، سعودي الجنسية. 5. حسن هادي بن شجاع المصارير، سعودي الجنسية. 6. حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي، سعودي الجنسية. 7. خالد محمد إبراهيم الجار الله، سعودي الجنسية. 8. رضا عبد الرحمن خليل النجار، سعودي الجنسية. 9. سعد سلام حمير، سعودي الجنسية. 10. صلاح بن سعيد بن عبد الرحيم النجار، سعودي الجنسية. 11. صلاح بن عبد الرحمن بن محمد آل حسين، سعودي الجنسية. 12. صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشمسان، سعودي الجنسية. 13. صالح بن علي بن صالح الجمعة، سعودي الجنسية. 14. عادل بن سعد بن جزء الضبيطي، سعودي الجنسية. 15. عادل محمد سالم عبد الله يماني، سعودي الجنسية. 16. عبد الجبار بن حمود بن عبد العزيز التويجري، سعودي الجنسية. 17. عبد الرحمن دخيل فالح الفالح،
سعودي الجنسية. 18 عبد الله ساير معوض مسعد المحمدي، سعودي الجنسية. 19 عبد الله بن سعد بن مزهر شريف، سعودي الجنسية. 20 عبد الله صالح عبد العزيز الأنصاري، سعودي الجنسية. 21 عبد الله عبد العزيز أحمد المقرن، سعودي الجنسية. 22 عبد الله مسلم حميد الرهيف، سعودي الجنسية. 23 عبد الله بن معلى بن عالي، سعودي الجنسية. 24 عبد العزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، سعودي الجنسية. 25 عبد المحسن حمد بن عبد الله اليحيى، سعودي الجنسية. 26 عصام خلف محمد المذرع، سعودي الجنسية. 27 علي سعيد عبد الله آل ربح، سعودي الجنسية. 28 غازي محيسر راشد، سعودي الجنسية. 29 فارس أحمد جمعان آل شويل، سعودي الجنسية. 30 فكري علي بن يحيى فقيه، سعودي الجنسية. 31 فهد بن أحمد بن حنش آل زامل، سعودي الجنسية. 32 فهد عبد الرحمن أحمد البريدي، سعودي الجنسية. 33 فهد علي عايض آل جبران، سعودي الجنسية. 34 ماجد إبراهيم علي المغينيم، سعودي الجنسية. 35 ماجد معيض راشد، سعودي الجنسية. 36 مشعل بن حمود بن جوير الفراج، سعودي الجنسية. 37 محمد عبد العزيز محمد المحارب، سعودي الجنسية. 38 محمد علي عبد الكريم صويمل، سعودي الجنسية. 39 محمد فتحي عبد العاطي السيد، مصري الجنسية. 40 محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ، سعودي الجنسية. 41 مصطفى محمد الطاهر أبكر، تشادي الجنسية. 42 معيض مفرع علي آل شكر، سعودي الجنسية. 43 ناصر علي عايض آل جبران، سعودي الجنسية. 44 نايف سعد عبد الله البريدي، سعودي الجنسية. 45 نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي، سعودي الجنسية. 46 نمر باقر أمين النمر، سعودي الجنسية. 47 نمر سهاج زيد الكريزي، سعودي الجنسية. حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية: أولا اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من خلال تفجير مجمع الحمراء السكني، وتفجير مجمع فينيل السكني، وتفجير مجمع إشبيلية السكني شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11 من الشهر الثالث من عام 1424 للهجرة، واقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية AB كورب وشركة بتروليوم سنتر، ومجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11 من الشهر الرابع من عام 1425 للهجرة باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. ثانيا استهداف مقر الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بمدينة الرياض بتاريخ 2 من الشهر الثالث من عام 1425 للهجرة،
والتفجيرين اللذين استهدفا مقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ بتاريخ 17 من الشهر 11 من عام 1425 للهجرة، ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين، والشروع في استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف المطار المدني بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح وإطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع وحماية مصالحه، مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلح في الطرقات والأماكن العامة. ثالثا، سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال اقتحام القنصلية الأمريكية في محافظة جدة بتاريخ 24 من الشهر 10 من عام 1425 للهجرة، ما أدى إلى استشهاد 4 من رجال الأمن، واستهداف مصفاة بقيق بمحافظة بقيق بتاريخ 25 من الشهر الأول من عام 1427 للهجرة، ونجم عنه استشهاد رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير شركة أرامكو السعودية وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلح على مصارف ومحال تجارية، وجرائم نصب واحتيال نتج عنها جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليا وخارجيا لغسلها ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب وإثارة الفتنة وإذكاؤها وإيغال الصدور بالكذب والبهتان والتلبيس على الناس وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولة شقيقة وتأييدها علنا والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى